نهائي كأس السوبر السعودي، النصر والأهلي، خيسوس وماتياس يايسلا. أديكم إياها للفريقين باختصار شديد. خيسوس مع النصر ورونالدو يبغون البطولة، يقول نحن نستحق نبدأ الموسم ببطولة عشان نوري الناس إنه نحن واقفين وثابتين وأقوياء. يايسلا استقرار فني، هذه ثالث سنة قاعد فيها المدرب، اللعيبة تشربوا أفكاره، أسلوب الضغط، التحولات. أنا أشوف طارق ذياب في الاستوديو التحليلي مباراة الأهلي والقادسية يقول لي أول مرة أشوف فريق في 50 متر للخصم يضغط عليهم ويتحول عليهم ويسترجع الكرة منهم ويهددهم باستمرار زي الأهلي. هذا أسلوب الريتي، أسلوب بيب جوارديولا. ماتياس يايسلا الرجل هذا جاب إنزو ميوت، أضاف لجالينو ومحرز، غير إنه جالينو ومحرز يصنعون باستمرار، دخل واحد في وسطهم الآن يقدر يشكل خطورة ويسجل، هذا غير إيفان توني. النصر عنده جواو فيليكس. المباراة الماضية مع عقلية بروزوفيتش اللي رجعت من جديد، لاعب بدأ مع النصر كان توب، فجأة في دروب، الآن رجع لحيوية مع رونالدو، مع سميكان، مع إندي مارتينيز. هذا إندي مدافع وفي لغة خطاب جديدة في النصر مع خصوص رجل فايز، خصوص مدرب فايز باستمرار، محل ما راح يفوز، وأول موسم له دائما يكون خارق خصوص. ويايسلا بالتحولات الألمانية وعبقرية الألمان والضغط العالي. بكرة نهائي في تفاصيل صغيرة تلعب فيها المباراة النهائية، ممكن الدليل 5-1 يتعور، يفقد ذاكرته، يكسر لاعب منفرد كرت احمر، يعيد الحسابات كلها، تصير الاشياء هذه. ممكن بلنتي من عرضيه ميته، مدافع رافع يده، ضربه جزاء، هذه تفاصيل صغيره. هذه غيرت تاريخ بلدان وتواريخ انديه. والله العظيم ترى بعض الاحيان تكون الافضل بس ما تفوز، تعمل كل شيء بشكل جيد ومثالي بس ما تفوز. بعض الاحيان في فرق كبيره عندها مليون خطا لكن تنتصر. هذه الانتصارات تخبي هذه العيوب. اكبر دليل توني كروس رحل من مدريد الفريق في البدروم العام الماضي. هل توني كروس كان كل هذه المشاكل؟ مستحيل، كانت في عيوب بس الفوز كان مغطيها زي كذا. يعني بكره تحس ممكن نادي يلعب بشكل جيد بس ما ينتصر، والناس اذا الفريق هذا ما انتصر يقول لك لا المدرب ما سوى، ما فعل، المدرب. طيب في اشياء بسيطه حكمته على الخساره، تنسف مجهود كامل. احنا موعودين بمتعه وراح نستمتع، احنا النظاره، احنا على قول عصام الشوالي اصدقائي النظاره، نحن نشوف حنستمتع والاقل اخطاء حيكسب بكره. رغم اني اقول خصوص مدرب فايز، والاهلي من 7 سنوات ما شفته بهذه القوه. فريق متجانس متماسك، فريق ماشي، فريق يعني وصل لمرحلة خلاص اللعيبة حافظين بعض، في استقرار قوي في النادي. الأساس واقف على مجرى أساس، إيبانيز أساس، ديميرال أساس، كيسيه يعتبر أساس، رياض محرز أساس، هذول مع بعض، مندي أساس. أي لاعب يدخل عليهم خلاص يبدأ يتشرب من روحهم. والنصر بحيويته الجديدة. ننتظر بكرة ايش يصير، ننتظر. أنا قلبي قلب بشر، عقلي عقل بشر. السيناريوهات المجنونة لا طاقة لي بها، ورب الكعبة لا طاقة لي بها. مع السلامة، ما حتخسر شيء.